ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة احمد. لو اول مرة تشوفوني، النهاردة هنعمل وليمة من الكبدة. اول حاجة نسمي الله ونصلي على النبي. هنا جبت نص كيلو من الكبدة، وللاسف الجزار جايبهم لي متقطعين قطع كبيرة ومش مش شايل القشرة اللي فوق. فانا هحاول بقى ان انا اشيل القشرة، وعاوزين نقطعها مكعبات. لا مش مكعبات، عايزين نقطعها شرايح رفيعة خالص زي الشاورما كده. شايفين؟ نرققها بقى ونقطعها شرايح كده بالطول زي الشاورما. حاولي بقى تقطعيها بقدر الامكان، وانتي اصلا ممكن تجيبيها من عند الجزار متقطعه. قولوله عايزاها تقطيعه شاورما، كبده تقطيعه شاورما. شايفين؟ قطعتها بقى على قد ما قدرت. ومعايا قطعه كده من اللية بتنقلها في حته تانية خالص. هنقطع بقى هنقطعها مكعبات يعني وسط كده، لا كبيره ولا صغيره. بس كده ناخدها بقى نركنها على جنب، ونقطع الخضار. معايا بصلتين كبار بس مش هستخدمهم كلهم، واتنين من الفلفل وواحدة سبايسي. وعايزين برضو نقطعها شرايح جوليان بس رفيعة جدا. قطعيها رفيعة على قد ما تقدري. شايفين؟ لازم تبقى رفيعة جدا علشان الكبدة اصلا مش بتاخد وقت في السوا. فاحنا لو قطعناها مكعبات كبيرة، مش هتلحق تستوي، ولو استوت الكبدة هتشد معانا. فانت حاولي ان انتي تقطعيها رفيع على قد ما تقدري. ونقطع بقى الفلفل، وهنا مش هقطع سبايسي، مش هكتر علشان ايه اللي مش بيحب السبايسي وكده. ونسيب دي لسه هنستخدمها في وصف في باقي الوصفات. وهنا معايا كبدة وقوانص من بتوع الفراخ، وننزل عليهم بمية سخنة. ده هنعمل بيها وصفة بجد اكتر وصفة عجبتني اصلا. ونرفعها على النار ونسيبها تغلي شوية، يعني حوالي 5 دقايق بس. وهنا نزلت بشوية من الزيت وعليهم فصين من المستكة. وبعدين نزلت باللية، ونسيبها لحد ما تتشوح. لما بتحبهاش خلاص استغنى عنها خالص. وبعدين نزلت بشرايح الكبدة. وبصوا ما تقلبهاش خالص غير لما تاخد صدمة من تحت، لازم تاخد صدمة. وبعدين نقلبها عشان ما تنزلش مية كتير. هنا خلاص خدت تشويحة حلوة. ننزل بقى عليها بالبصل اللي احنا قطعناه، ونديله تقليبة. وبعدين ننزل بالفلفل. وبعدين ننزل بقى بالتوابل. هنا معايا كزبرة والسبع بهارات وفلفل اسود وشوية من البابريكا ومعلقة من الملح. ونديلهم بقى تقليبة كويسة. دي لقيتها كبيرة كده فشلتها. نديهم بقى تقليبة ونسيبهم بقى على جنب. لا انا كنت هنا نسيت الفلفل. ننزل بقى بالفلفل ونديله تقليبة، وتعالي بقى نعمل النوع التاني. هنا بقى اول ما الكبده اخدت 5 دقايق زي ما قلتلكوا على النار، طلعتها على ميه سقعانه تلج علشان تمسك معانا كده وتبقى تبقى ماسكه نفسها يعني. هنا بقى في الوصفه دي مش عاوزين الكبده تتقطع شرايح صغيره، لا. يعني سيبيها، سيبي فيها يعني تبقى قطعه كويسه كده، تبقى قطعه كبيره كده. وبعد كده هنجيب بقى عيش بتاع الفتة، ونقطعه مكعبات، مكعبات عشوائية كده اي حاجة. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وتكتبي لي رايك، وتقولي لي انهي طريقة عجبتك. هنا بقى جبت معلقة من السمنة البلدي وعليها شوية من الزيت، وننزل بقى نحمص العيش. نفضل نقلب فيه لحد ما يتحمص ويبقى بيقرمش. وايديكي بقى على الكبدة التانية برضو كده. خلاص خلصت ونقلتها في جنب. هنا كنت بعمل جبت نص بصلة والفلفل و... والفلفل السبايسي وشوية من الشبت على البقدونس، وفرمتهم وهننزل عليهم بالكبدة اللي هي بتاع الفراخ. هنا خلاص كان الرز شايفين بفرجكم ان هو قرمش. فخلاص نرفعه بقى، نحطه في طبق ونسيبه بقى يبرد براحته.
وننزل هنا بقى بشوية من الزيت، حوالي معلقتين كده كبار من الزيت. وننزل بقى بالكبد والقوانص اللي احنا سلقناهم، وبعدين نركنهم بقى على جنب. وننزل بقى ايه بالنص بصلايه والفلفل والشبت اللي احنا جهزناهم، وندوهم ايه، انا عايزاهم يدبلوا كده، ياخدوا صدمه ويدبلوا. شايفين كده خلاص دبلوا بقى، يعتبر اصلا دخلوا على السوا. هقوم بقى ايه عاملاهم على بعض، وننزل عليهم بقى بالتوابل والملح. هنا نزلت بفلفل اسود وسبع بهارات وشويه من الكزبره وشويه من البابريكا وملح. تعالوا بقى لحد لما يجهز نعمل السلطه. اول حاجه جبت 2 من الطماطم، وبعد كده جبت 1 من الفلفل، وبشرت جزرة، وبشرت برضو بصلاية صغيرة، والتوابل فلفل اسود وبابريكا وسبع بهارات وملح. تعالوا بقى نعمل احلى طحينة في الحياة، خطيرة بجد، اخف طحينة اكلتها. جبت 1 من الفينو وقرن فلفل اخضر ونص سبايسي، وجبت حوالي نص كوباية كده من الطحينة، ونزلت عليها بتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسود وسبع بهارات، ونزلت عليها بنص كوباية من اللهم صل على النبي، آه، من المية السخنة. وبعدين شايفين طحينة خطيرة، بصوا اعتمدوها في المناسبات والعزايم، بتدي كمية كبيرة وطعمها خفيف وخطير. تعالوا بقى نعمل سندوتشات العيش الفينو. احلى سندوتش عيش فينو ممكن تاكليه في حياتك، بالكبدة خطير. ننزل عليه بقى شوية كده، يا لهوي. ننزل عليه بشوية من الفينو، من الطحينة، وايه خطير. شايفين؟ واو اللهم بارك، تحفة. تعالوا بقى نعملها برضو في عيش بلدي. مش محتاجة ان احنا ناكل اكل من ده بره تاني. شايفين؟ سهل وسريع، يعني مش هياخد معاكي ربع ساعة، واضمن وخطير. هنا بقى العيش اللي احنا حمصناه بنجيبه بنفرده كده، وبعدين بنحمر عليه بطاطس. بس بقى كفاية. انا هنا كنت بدوق معاكم عشان افرقوا القرمشة. هنا بقى حمرت بطاطس وانزل عليها برضو، ونجيب بقى شوية من الطحينة. لو عندك كاتشب ممكن تنزلي برضو بكاتشب وطحينة. ودي بقى الكبدة اللي هي بتاع الفراخ اللي احنا جهزناها، نرصها كده بقى فوق، وبعد كده ننزل عليها بشوية من الطحينة. بصوا الطبق ده خطير، يعني ممكن تعملوا الطبق ده اصلا من غير من غير الفينو او العيش التاني. انا بجد اول مرة اجرب اللي هي الكبس اللي هي اللي هي دي بالكبدة. انا نسيت اسمها، بجد خطيرة. بجد اول مرة كنت اعملها، وده اختراعي بجد، بس بجد اختراع لازم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم. هنا كنت بدوق معاكم بس كده. هنا بقى برضو كنت بدوق معاكم تاني، واول ما دقتها انبهرت بالطعم. افتكرت اسمها احلى فتة بالكبدة، خطيرة، لازم تجربوها.